لازم احجم شويه، لا المباراه كانت مفتوحه على ذراعيها من بدايه المباراه. الفرقتين كانوا فاتحين الجيم بشكل كبير جدا. نجح بيراميدز ان يتقدم بدري جدا في الدقيقه 10 عن طريق فخري لقاي، انطلاقه ولا اروع ومن مصطفى فتحي. وانا النهارده الديفنس المصري مفتوح زياده عن اللزوم. وانا مش مع كابتن علي ماهر طبعا، يعني عامل سيزون كبير طبعا وكل حاجه مفيش مشكله، لكن ان انت تلعب بحسن علي باك شمال دي نقطه سلبيه ادت ان انت مصطفى فتحي عرف ان هو ياخد راحته في الجبهه دي ويعمل كل اللي هو عايزه. هو طبعا هو والشيبي، مصطفى فتحي كان بيلعب في الجبهه دي واخد راحته بكل سلاسه وبكل سهوله، قدر من خلالها ان هو يعمل الهدف الاول لفخري لقاي، وقدر بيراميدز ان هو يتقدم. النص ساعه الاولى بيراميدز كان اخطر وكان ممكن